حكيم زياش النجم المغربي المتألق قد قرر العودة إلى جذوره والانضمام إلى صفوف فريق الوداد البيضاوي بعد سنوات من الاحتراف في أوروبا. كان زياش منذ صغره ملتزماً بأهداف كبيرة، حيث بدأ مشواره في أكاديمية بهولندا ليستكمل تدريباته ويلعب في عدة أندية أوروبية. بعد تألقه الملفت في الدوري الهولندي، استقطبه نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث أصبح لاعباً بارزاً وأحد الدعائم الأساسية في خط الوسط. لكن رغم النجاح والألقاب في أوروبا، كان حلم العودة إلى الوطن دوماً يداعب مخيلته. مع تطور الدوري المغربي والإمكانيات التي أصبح يقدمها فريق الوداد البيضاوي، رأى زياش في ذلك فرصة مثالية للعودة إلى بلاده والمساهمة في رفع مستوى الدوري المحلي. كان نقلة نوعية في مسيرته وجلب الكثير من الاهتمام، ليس فقط من وسائل الإعلام المحلية، بل الدولية أيضاً. التفاوض مع إدارة الوداد لم يكن سهلاً. كانت هناك تحديات مالية عكس ما كان يحصل عليه في أوروبا، لكن حكيم كان مصراً على العودة، معتبراً أن المال ليس كل شيء، وأن المشاركة في رفع شأن الكرة المغربية ومساعدة الشباب هو هدفه الأسمى. فور توقيعه العقود، استقبلته جماهير الوداد بحفاوة كبيرة، وتم تنظيم احتفال ضخم في ملعب محمد الخامس، حيث ألقى حكيم خطاباً مؤثراً أكد فيه على شغفه وعزمه لإحداث الفارق مع فريقه الجديد. بدخوله للفريق، أصبحت تجربة زياش في أوروبا وموهبته الفذة عاملاً محفزاً لبقية اللاعبين، ودفع بالفريق لتحقيق نتائج مبهرة في البطولة القارية، ليعيد بذلك زياش أمجاد الوداد ويكسب قلوب الملايين التي تهتف باسمه في كل مباراة. بتعلق مغربي بحت وحب لا يوصف لوطنه، حقق حكيم زياش خطوة العودة الناجحة لفريق الوداد البيضاوي، مؤكداً أن الأبطال هم الذين لا ينسون منابتهم والإرث الذي ينتمون إليه.